صحيح يا ولاد، رب ضارة نافعة. هيص يا عم، أهو سعر الفراخ بقى ب50 جنيه الكيلو بعد ما كان ب80، وكل ده بسبب الموجة الحارة اللي مش عاجباكم وبسبب انقطاع الكهرباء. تعال أقولك الحكاية من أولها علشان ما تفهمنيش صح. الحكاية يا سيدي وما فيها إن نص الشعب بطل ياكل فراخ بسبب غلاء الأسعار. إيه ربك بقى يبعت لنا موجة الحر دي علشان الفراخ تفرهد في المزارع من شدة الحر. ما هي الفراخ بتفرهد من الحر زينا برضو، حكي ما احنا مفرهدين على الآخر، ما هي روح برضو زينا وعايزة تتنفس. خلال الأسبوع اللي عدى ده فضل سعر كيلو الفراخ ينزل من 80 ل70 ل60، وامبارح بس وصل ل50 جنيه الكيلو. يعني سعر الفراخ بينزل بال10 جنيه في اليوم الواحد. يعني اللي عملته الموجة الحارة في أسبوع ما قدرتش تعمله الحكومة بأجهزتها في سنة كاملة. الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بيقول لك إن درجات الحرارة المرتفعة كان ليها تأثيرات كبيرة جداً على أداء أصحاب المزارع اللي اتفاجئوا بإن الفراخ بتفرهد منهم. وبيقولك إن الارتفاع أصبح قياسي وكبير في مستويات الحرارة، وعلى الرغم من إن العنابر مبردة ومغلقة إلا إن درجات الحرارة بتأثر بشكل سلبي على كفاءة التبريد. الدكتور الزيني خلال مداخلة لبرنامج كلمة أخيرة على شاشة أون بيقولك إن ارتفاع الحرارة تسبب في ارتفاع نسبة النافق بين الدواجن، ومعنى كلام الراجل إن الدواجن بتموت بكميات كبيرة خاصة دواجن التسمين، وده طبعاً أثر على أسعار الدواجن في الأسواق بغض النظر عن عامل تراجع أسعار الأعلاف عالمياً، لكن عامل الموجة الحارة كبير جداً. سبحانك يا رب، لما أسعار العلف تراجعت في العالم كله ما رضيوش يخفضوا أسعار الفراخ، فجت لهم من عند ربنا علشان يخفضوها غصب عن عينهم. ده أنا هنا بكلمك عن اللي عملته درجة الحرارة في أصحاب المزارع، فما بالك بقى باللي هيعملوا فيهم انقطاع التيار الكهربي. استنى كده كلها يومين 3 وتبدأ الموجة الثالثة والكهرباء تنقطع بزيادة، فهتلاقي الفراخ بتتوزع هدايا على بطاقات التموين. فعلا يمهل ولا يهمل. أصل احنا برضو يا جماعة شعب غلبان وربنا عالم بحالنا، وأخيرا هناكل فراخ يا جدعان. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.